في حلقتنا النهاردة بنتكلم بشيء من التفصيل عن الملكة حتشبسوت. كانت الملكة حتشبسوت صاحبة الأمر في البلاد منذ أواخر أيام أبيها تحتمس الأول وحتى موتها، وربما اضطرتها التقاليد للزواج من ابن زوجها وابن أخوها. ومن البداية أخذت حتشبسوت مقاليد الأمور كلها في إيدها، وجعلت من ابن أخوها الصغير الجالس على العرش شبه خيال أمام الناس. كانت بتكتب اسمه مع اسمها في البداية، ولكن لم تمض سنوات حتى أصبح ليها الأمر المطلق ولم يعد لتحتمس الثالث أي ذكر في الحكم. بدأت حتشبسوت بترسم نفسها في المعابد وهي بترتدي زي الرجال وبتستخدم ضمير المذكر في النصوص، وكان ده كله علشان توهم الناس إن التقاليد المتبعة لم يدخل عليها أي تغيير بوجود امرأة على العرش. اصطفت حتشبسوت بعض الموظفين، وكان أكثرهم حظ المهندس سنموت اللي قام ببناء معبد الدير البحري ليها، وكان بيشرف على تربية ابنتها الأميرة نفرو رع اللي أعلنتها خليفة ليها في الملك، لكن ماتت يا عيني وهي صغيرة. وبيعد معبد الدير البحري من أعظم المنشآت حتشبسوت، وهو من أجمل المعابد المصرية فضلا عن قيمتها الفنية والدينية والتاريخية. وقصت على جدار، يعني حكت لنا على جدار في معبد الدير البحري قصة طويلة بتتلخص في إن أبوها الملك تحتمس الأول بايعها بالملك في حياته لما كانت فتاة شابة، وإن الكهنة وكبار رجال الدولة وافقوا على ده. يعني كل من تحتمس التاني والتالت كانوا مغتصبين لحقها من وجهة نظرها. أما بقى عن أعمال الملكة حتشبسوت في الكرنك فهي كتيرة، أهمها المسلتان والصالة اللي كانت خلفهم، ومعبد من الجرانيت عثر على أكثر أحجاره في صرح الملك أمنحتب الثالث. اهتمت ببناء ما كان مخرب من آثار في البلاد، وبخاصة ما هدمه الهكسوس. أما بقى عن سياستها الخارجية، انكمشت حدود مصر في سوريا وفلسطين في عهدها، وده نتيجة لسياستها السلمية، وشن سكان سوريا وفلسطين ثورات ضد السيادة المصرية في عهدها، فأرسلت حملتين، حملة لسوريا وحملة لفلسطين. كمان أرسلت رحلة كبيرة لبلاد بنط علشان تحصل على منتجاتها، وسجلت الرحلة دي على جدران معبد الدير البحري. ومن أجمل وأهم نقوش هذا المعبد طبعا اللي سجلته عن رحلة بلاد بنط على جدران المعبد. ولا جدال في إن هي كانت سيدة قديرة حكمت مصر بحزم، لكن موقفها من زوجها ثم من ابن زوجها جعل من الشاب الصغير عدو ليها. فلما اشتد ساعده ووجد من الأعوان اللي يساعده عشان يحقق أمنيته ويضرب ضربته، استعاد حقه منها. ولا نعرف حتى الآن إزاي انتهت حياة الملكة حتشبسوت، لكن مما لا شك فيه إن هي كانت نهاية محزنة طبعا، فإنه لم يعثر على جثتها في مقبرة من مقبرتها في طيبة، ولا حتى في خبيئة الدير البحري. زي ما احنا عارفين إن تحتمس الثالث أزال اسمها من كل أثر، وكمان حطم الملك تحتمس الثالث مقابر المقربين ليها وأسمائهم، وعلى الأخص سنموت اللي بنى لنفسه قبرين. لكن حتشبسوت كانت غضبت عليه قبل موتها، وصب تحتمس الثالث كل غضبه على كل ما أقامته، فحطم تماثيلها. حتى العمال كانوا بيوقدوا النار حول تلك التماثيل، وهي دلوقتي في متحف القاهرة. هكذا انتهى حكم حتشبسوت بتلك الفاجعة بعد أن حكمت وحدها 18 سنة. فمات تحتمس الثاني في عام 1490، وحكم تحتمس الثالث بالاشتراك مع حتشبسوت مدى 4 سنوات، ثم اعتلت حتشبسوت العرش سنة 1486 حتى عام 1468. لكن تحتمس الثالث ما اعترفش بده، وظل بعد القضاء عليها بيؤرخ أيام حكمه منذ أن كان صبيا بعد وفاة أبوه في عام 1490، وطالت سنوات جلوسه على العرش حتى مات بعد ما حكم 54 سنة في عام 1436 هجريا. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومة جديدة. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله بحلقة جديدة. سلام.